في ملخصنا النهاردة هنشوف إن على قد ما الحب بيقرب على قد ما برضه بيفرق، وده بالظبط اللي هنعرفه ونفهمه النهاردة في ملخصنا. فتابعونا للنهاية. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو أو نشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث وبيكون شاكر بيتكلم مع بيري في إن محمد بمجرد ما ذاكرته هترجع له هيفتكر حبيبته واللي بينهم زمان، أو هيسيب زيليش وراه، وإن ساعتها زيليش الوحيدة اللي هتخسر وقلبها يتكسر. أو بيكون مش عايز بنته تزعل، أو بتحاول بيري تهون عليه وتهديه، لكنه بيكون خايف جدا على زيليش. أو للأسف زيليش بتكون سامعة كل ده وواقفة مصدومة والدموع في عينيها. بتكون هاندا مبسوطة أو بتعرف صاحبتها إنها قالت كل حاجة لشاكر وهو هيساعدها. فبيجي محمد من وراها يسألها هي قالت إيه لشاكر، لكنها بتغير الكلام. أو بيلاقوا فيكو بيجري ومراته وراه، فبيروحوا يشوفوا فيه ايه. بيدخل فيكو على شاكر وهو خايف لا يتقتل هو ومراته، او بيكون شاكر مش فاهم حاجة. او بيجي درموش وراهم يسألهم هما جريوا ليه، لكن فيكو بيعمل نفسه اغمى عليه. ولما شاكر بيسأله عن اللي بيحصل بيعرفوا درموش ان هو بيزرع شتلات وكان عايز يوريها لهم. فبيقوموا قايلينه ان هما شافوها وحلوة علشان خايفين منه. بيسمعوا صوت ضرب نار فبيتخضوا جدا. او بنشوف عاكف اللي بيروح يقعد مع محاميه وبيكون قصاده ترغط برضه. أو بيكون قرار المحكمة بالحجز على أملاك عاكف إنهم يدوله مهلة يومين، وكل واحد فيهم مفكر إن التاني هيموت. أو بتروح زيليش لأهلها اللي بتكون متعصبة، أو بتعرف الكل إن هم كسلانين وإن هم لازم يرجعوا لشغلهم، وإن كمان العزاب اللي في القرية كتروا ولازم يتجوزوهم. بيكح ترغط وهو بياكل فبيجري عليه عاكف وهو مخضوض. أو بيساعده لكن ترغط بيتعصب وبيمشي. أو بيسأل محمد زيليش هي مالها ومال العزاب، فبتعرفه إن هي كمان زيهم وإن أكيد هيجي يوم وتتجوز، وإن هم هيبقوا يشوفوا له واحدة من البلد علشان يجوزوها له. بيستغرب محمد جدا من أسلوبها. أو بيرن شاكر على إدريس علشان يتقابلوا. أو بتكون زيليش في البيت، أو الباب بيخبط فبتتعصب علشان مفكرة محمد، لكن بتكون أصلي اللي بتسألها هي فيها إيه. فبتحضنها زيليش وهي خايفة. أو بنشوف محمد اللي بيتكلم فيديو مع أصحابه يحكي لهم اللي حصل، بس بيدخل عليه درموش. أو بياخد التليفون وبيقفل علشان عايز يتكلم. أو بيتكلم معاه عن إنه زرع شتلات لأصلي وإن أهلها شافوها، أو مش فاضل غير إنه يتقدم لها. أو في وسط الكلام بيرمي كلام على زيليش وإن ممكن حد ياخدها منه. أو بيمشي من غير ما يجاوب على محمد أو يفهمه قصده. بنرجع لزيليش اللي بتحكي الأصل اللي حصل، وإن أبوها خايف عليها تحب محمد وكان متعصب علشان كده، وكان لازم تتعامل قصاده بقسوة علشان ما يفهمش إنها بتحب محمد وتخسره لأنه متعصب جدا. بتسألها أصلي لو كانت هتتخلى عن محمد، لكن زيليش ما بيكونش قصادها أي حل تاني. بيكون شاكر رايح لإدريس، أو بيلاقي هاندا موقفاه فجأة. أو بتعتذر له علشان مشيت وراه. أو بتعرفه إنها عايزة تعرفه حاجة مهمة، وهي إن محمد رفضها علشان عيلتها، أو مش فاكر ده، وهي خايفة يفتكر ويسيبها تاني. بتسأله لو كان هيساعدها حتى بعد ما سمع كل ده. وبتعرف ناس سونار اللي حصل، وإن زيليش قالت إنها هتتجوز من تشكيران. هو بيتبسط وبيفضل يرقص مع نفسه علشان رسم في دماغه إن هو عريس خلاص. بنشوف إدريس اللي بيرن على شاكر يسأله هو مجاش ليه، فبيتحجج شاكر إن حصل عنده حاجة ضرورية في القرية. بيعتذر منه. بيطمن شاكر على الولد لو بخير، فبيعرفه إنه كله تمام. بتسمعه أمينة فبتسأله هو يقصد بالولد ده محمد ولا مين. بتفضل تطلب منه يخليها تشوف ابنها لو عارف مكانه. بتتحايل عليه. بنشوف محمد قاعد ماسك سلسلة زيليش بيفكر فيها. بتكون زيليش على حصانها ورايحة الجبل زي عادتها. بتقعد تشتكي لأمها إنها مش عارفة تعمل أي حاجة، وبتطلب منها تساعدها وتبعت لها حل. بتلاقي أبوها داخل عليها، بيعرفها إن هو ده الحل. بتستغرب لأنه عارف مكانها. بيروح محمد يخبط على بيت زيليش علشان بيكون عايز يتكلم معاها، لكنه ما بيلاقيهاش. وبيلاقي سونار داخل عليه بالطبل والمزمار. بيرقص فبيوقفه وبيسأله لو كان بيحب يتضرب منه كل شوية، لكن سونار بيعرفه إن هو بيتدرب علشان هيرقص كتير في الأفراح اللي جاية، أو خصوصا في فرحه. بيسأله محمد لو لقى عروسة تقبل بيه، فبيعرفوا إن زيليش أعلنت إن هي كمان هتتجوز في يوم، وإن هي عروسته من زمان. بيتعصب محمد وبيحذره من كلامه علشان ما يضربوش، لكن سونار بيكمل رقص أو بيمشي من قدامه. بيقعد شاكر جنب بنته وبيعرفها إن هو عارف المكان ده من زمان، لكنه ما كانش بيحب يجي يتدخل في كلامها مع أمها. وبنعرف إن هو وأمها حبوا بعض جدا، لكن كانوا مختلفين والحب ما كانش كفاية، علشان كده مشيت واختفت فجأة.
أو بيعرفها إنها لازم تاخد قرار صح أو مش مبني بس على الحب علشان ما تمشيش في يوم وتندم. بيقعد محمد يستنى زيليش اللي بيلاقيها جاية مع أبوها، فبيعرفها إن هو كان عايزها، فبيعرفوا شاكر إنه يقعد ياكل معاهم علشان جاع، أو بيطلب من زيليش تحضر 4 أطباق علشان في ضيف جاي كمان. أو بيلاقوا هاندا داخلة عليهم وبيكون معاها ورد وشوكولا، فبيستغربوا جدا. بنرجع لأمينة واللي بيكدب عليها إدريس وبيعرفها إن محمد في سويسرا علشان تبطل زن، لكنها بتفضل تزن إنها تكلمه وتطمن عليه. بيخرج عاكف وهو بيزعق ومتعصب، أو بتكون سيفال بتعمل يوجا وبيدخل عليها ترغد بيزعق برضه. بنفهم من زعيقهم هما الاتنين إن ترغد علشان عاكف أنقذ حياته مسح الدين اللي عليه، أو متضايق إن هو مبقاش عدوه. وبيكون عاكف متضايق علشان ترغد وقف الحجز أو انسحب من الحرب كأنه بيرمي عظمة الكلب. أو بنروح لمحمد اللي بيكون قاعد ياكل، بتيجي بيري فبيطلبوا منها تقعد شوية، فبتقعد. ووقتها الشاكر بيبدأ يشكر في هاندا، أو بيقول إن لو كان عنده ولد كان جوزها لها. فبيعرفوا محمد إن هو ما عندوش، فبيرد عليه شاكر إن هو موجود وشبهها ولايق عليها وكلام كتير من ده. فبيتضايق محمد وبيقوم يمشي. بيكون محمد قاعد مع أصحابه وبيكون شايف إن هاندا بقت مشكلة فوق دماغه، وإن هو هرب منها في الأصل أو لازم يبعدها عن طريقهم خالص. أو بتكون أصلي بتتكلم مع زليش، أو بتلاحظ إن كل كلامها متغير علشان أبوها، لكن هي بتحب محمد، وحتى لو كان آخر واحد في المدينة فالحب لوحده مش كفاية. بيصحى محمد على صوت زليش في الميكروفون اللي بتكون بتصحي الكل علشان وراهم شغل، وبيلاقوا هاندا كمان جاية بحجة إنها هتساعدهم. فبتعرفها أصلي إنها مش جاية مسابقة للموضة أو إنها تجيب لها لبس علشان تشتغل بيه. فعلا بتلبس زيهم وبتقعد تشتغل معاهم. بتروح زليش تطلب من محمد يشتغل عدل، لكنه بيرفض وبيكون عايز يتكلم معاها، لكنها بتعرفه إن هم مش فاضيين، أو بترفض وبتسيبه وبتمشي. بتقعد أصلي جنب درموش اللي بيكون بيتكلم معاها وهي مركزة في حاجة تانية مش معاه، وعمالة تقوله على أي حاجة حتى لما بيعرفها إن هو هيتقدم لها فبيفرح جدا. بيكون شاكر ماشي بيلاقي واحدة بتسأله عن بيري، لكنه ما بيعرفش هي عايزاها ليه وبيستغرب. بنرجع لمحمد اللي بيروح يخبط على زليش، لكنها بتستخبى منه أكنها مش موجودة، بيفضل يخبط علشان عارف إنها جوه وسامعاه، بس مش عارف هي بتهرب منه ليه أو هو عمل لها إيه، وعايز بس يتكلم معاها. بتفضل زليش تعيط وبتحضن أصلي. أو بنشوف هاندا اللي بتكون بتتكلم مع أغر عن اللي حصل واللبس اللي هي لابساه علشان بس محمد، فبيعرفها أغر إنها بتخطط من وراهم، بس لازم تاخد بالها علشان محمد ما يهربش تاني لحتة هما مش عارفينها. بتلاقي محمد بيرن عليها أو بيطلب يقابلها، فبتنبسط وبتقوم جري. بيكون ترغد قاعد مع مراته في أمان الله، أو بيلاقي عاكف داخل عليه متعصب علشان رفع الحجز من على أملاكه، لكن ترغد بيعرفه إن ده كان في مقابل حياته اللي هو أنقذها. أو بتيجي أمينة جري علشان تلحق الوضع، أو بتلاقي ده بيقول لده إن هو بيموت وده بيقوله إن هو بيموت وخطتهم هتتكشف، فبتقوم وقع منهم علشان تسكتهم. بنشوف زليش اللي بتكون أدركت إنها وقعت السلسلة، أو بتكون فاكرة إنها كانت لابساها في الفندق، فبتاخد أصلي علشان يدوروا عليها هناك. أو بنشوف محمد قاعد مع هاندا يتكلموا، أو بيشوفهم سنارة وهو معدي صدفة، وبيكون محمد بيكلمها بلطف وواضح إن هو بيخطط لحاجة فعلا. بنرجع لزليش اللي بيرن عليها سونار وبيبدأ يلعبها بالكلام، أو بيستفزها وبيعرفها اللي شافه، أو بيديها العنوان كمان. بنرجع لمحمد اللي بيكون قاعد بيتكلم مع هاندا عن القرية وإنه ساعات بيزهق منها، أو بيحب يجي المدينة علشان كده كلمها لأنه ما بيحبش يكون لوحده. فبتعرفه هاندا إن هي كمان ما بتحبش الوحدة، وإنه يكلمها في أي وقت وينزلوا سوا، أو هي هتعمل برنامج خروج ليهم علشان تفرجوا على المدينة أكتر. بتيجي زيليش وأصلي أو بيشوفوا محمد وهاندا قاعدين. وقتها بتشوف أصلي إن أبوها معاه حق، وإنها علشان زعقت له وعملته وحش يومين طلع يجري على هاندا. أو بتفضل تعيط، أو لما بتلاقي هاندا بتمسك إيده بتتضايق أكتر، وبتعرف أصلي إنها مش عايزة تعرفه تاني وإن عمر ما هيكون في بينهم حاجة. بتلاقي هاندا واحدة تعرفها شايفاهم، أو بنشوف إدريس اللي قاعد مع أمينة وسيفال بيحكوله عن اللي حصل. أو بنرجع لزليش اللي بتروح تشيل النجوم اللي محمد كان عاملها لها وهي متضايقة جدا، أو بتحاول أصلي تهديها لكنها بتكون متعصبة جدا. أو بنرجع لهاندا اللي بتكون قاعدة مع البنت اللي شافتهم واللي بيكون اسمها حسيبة، واللي بتعرفها هاندا إنها تعمل نفسها لا شافت ولا سمعت ولا عرفت أي حاجة، لكنها بترفض علشان مش عايزة تخبي حاجة عن الأستاذة أمينة. بيرجع محمد يلاقي زليش حطله النجوم والطيارة وحاجته بره، فبيفضل يندع عليها، فبتيجي تعرفه يوطي صوته علشان أهل القرية.
بتعرفه إن شغله معاهم خلص، فبيفهم من كده إنها بتطرده. بتكون زيليش موجوعة وباين عليها، وبتعرفه إن هو ما ينتميش لأهل تشكران، وإن هيجي يوم ويمشي أو بتسيبه وبتمشي. بيرن محمد على كيفنج وبيطلب يقابلهم في الساحة، وبنرجع لهاندا اللي بتعرض عليها حسيبة ما تعرفش حد مقابل 1,000,000، لكنها بتعترض. بيفضلوا ينزلوا المبلغ لحد 400 ألف ليرة، بس هاندا بتعرفها إن عندها عرض أحلى، وهو إن هما يكونوا صحاب. بيكون درموش قاعد، بيلاقي فيكو وحسنية داخلين عليه، اللي بيحاولوا يتكلموا ويلطفوا الدنيا معاه علشان يصاحبوه وما يقتلهمش. بيعزموه عندهم، فبيفكر إن هما موافقين على جوازه ببنتهم وإنه هيتقدم لها، فبيعرفهم إن هو هيجهز ويلحق ويكون عندهم. بيكون محمد ماشي مع أصحابه بيحكي لهم اللي حصل. بيعرفهم إن زيليش متعصبة جدا عليه، ومن غير موافقة زيليش على المؤسسة مش هيبقى فيه مؤسسة، لأن الكلمة الأولى والأخيرة ليها والأهل تشكران، وهم كمان بيثقوا فيها جدا. لكن المشكلة إن زيليش مخبية حاجة عنه، لأنها رافضة حتى تتكلم معاه أو تعرفه هي مخبية إيه علشان يعرف يحل الوضع. بيقترح عليه كيفنج إن هو ياخدها في حتة بعيدة أو يتكلموا لوحدهم، لكن محمد بيعرفه إن هو غبي، لأنه من الصبح بيحاول يشرح لهم إنها أصلا رافضة الكلام معاه. لكن كيفنج بيكون عنده خطة سينمائية، بنشوف سونار اللي بيكون رايق وفرحان، بيعرف نازل إن هو عامل حفلة بمناسبة إن محمد هيمشي، فبتتضايق وبتتعصب لأنها أصلا بتحبه، بتسيبه وبتمشي. بنشوف محمد وأصحابه مع درموش اللي بيكون بيساعدهم في حاجة، بنشوف درموش اللي بيرن على العم شاكر بيطلب منه يفتح له الباب، فبيستغرب شاكر هو ليه رن عليه، لكنه بيتحجج إن هو علشان ما يقلقش زيليش. بيعرفوا إن هو عايز يتكلم معاه، بياخده ويدخل الأوضة، بيقفل الباب، بيشغل ميوزك علشان يتكلموا على روقان. إلا أول ما بيسمعها كيفنج بيعرف محمد وأغر إن الدار أمان، فبنشوف أغر اللي بيكون لابس قناع على وشه وبيرش على زيليش مخدر كتير، بيفضل هو ومحمد يتخانقوا خايفين، وفي الآخر بيلفوا زيليش ويطلعوا يحطوها في العربية. بيجي كيفنج يتكلم، فبيقوم أغر رشش عليه مخدر علشان زهق من رغيه، فبيغمى عليه. بيكون محمد هيتشل من غبائهم، وبيطلب منه يشيله أو يفوقه قبل ما العم شاكر يطلع يلاقيهم. بتيجي رسالة لدرموش إن كله تمام، فبيسأل العم شاكر هيزرعوا البندق ولا الأفوكادو، فبيتعصب عليه لأن ده مش وقت يتكلموا فيه عن الزرع، وكمان الميوزك صدعه، فبيقوم درموش يمشي. بيكون شاكر هيتجنن منه. بنشوف محمد اللي بيكون قاعد جنب زيليش وهي نايمة، بيكونوا في مركب في نص البحر. بتصحى زيليش، بتكون مفكرة إنها بتحلم، لكن محمد بيعرفها إن هو رجع علشانها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في المركب، فبتتخض وبتسأله هما بيعملوا إيه في نص البحر، فبيعرفها إن هو اترقى من العبودية للقرصنة وخطفها كمان، وعلشان كده هي هتكون أسيرته. بتدور زيليش على مخرج، لكنه بيعرفها إنها مش هتقدر ترجع ومفيش مخرج. بيصحى شاكر ينده على بنته وما بيلاقيهاش، فبتعرفه أصلي إن زيليش راحت المدينة علشان تصلح العربية، فبيسألها هي بتعمل إيه قصاد البيت وزيليش مش هنا، فبتتحجج بإنها كانت معدية عادي، فبيسيبها وبيدخل. بتجري على كيفنج تسأله لو مثلت كويس، فبيعرفها إنها كانت هايلة، وهو شخصيا اقتنع. بتشوفهم بري واقفين مع بعض، بتحس إن في حاجة وراهم. بنرجع لزيليش اللي بتكون متعصبة زي عادتها، ماسكة لمحمد عصاية، بتصرخ فيه علشان ما يقربش منها. فبيسألها هي بتحمي نفسها من مين، فبتعرفه إنها بتحمي نفسها من واحد خطفها أو مش عايز يرجعها. بيعرفها إن هو هيرجعها بس بعد ما يعرف هي مخبية إيه وإيه اللي مغيرها، فبتعرفه إنها عرفت إنها بتنتمي لتشكران وإنه بينتمي لمكان تاني أو مختلفين عن بعض، فبيعرفها إن هو فاهم إنها بتكذب عليه وإن ده مش السبب الحقيقي، وإنه مش هيروحها غير لما يعرف إيه هو السبب. فبتعند معاه، بتقعد وبتعرفه إنها مش هتتكلم معاه خالص لحد ما يرجعها. وبنشوف سيفال اللي بتقعد تتكلم مع ترغت علشان يصالح عايكف، وكذلك أمينة، لكن الاتنين بيرفضوا، فالاتنين بيصمموا على ده وإلا هيطلبوا الطلاق. بتكون هاندا ماشية وبتكلم حسيبة، وفجأة بتلاقي عربية زيليش وبتنزل تشوف هما بيعملوا إيه، لكنها ما بتلاقيهمش، وبتسأل واحد عنهم بيعرفها إن هما أبحروا بالقارب من شوية. بيكون سونار بيوزع حلويات على الكل علشان مبسوط، بيحتفل كمان. بيلاقي هاندا بترن عليه، فبيرد يعرفها إن هو ما بيتكلمهاش، بيقفل في وشها، لكنها بترن تاني فبيرد يعرفها إن هو بيحتفل علشان محمد مشي وزيليش طردته، فبتعرفه إن زيليش ومحمد سوا في مركب في البحر، فبيتعصب من اللي بيسمعه. بنرجع لمحمد اللي بيلاحظ إن زيليش بردانة، فبيلبسها الجاكيت بتاعه علشان ما تتعبش، بيخرج لها سلسلتها،
فبتسأله هو جابها منين، فبيعرفها إن هو لقاها واقعة عند البيت لكنه مش هيديها لها بدون مقابل. بيكون المقابل طبعا إنها تعرفه هي مخبية عنه إيه أو متغيرة ليه. بنشوف سونار اللي ماشي عند المينا، أو بيشوفوا ترغت اللي طبعا بيكون مفكر إن هو صاحب الجزمة الصفرا زي ما بنته فهمته، فبينده عليه. لكن سونار بيعرفه إن هو اسمه سونار للمرة المليون، وبيعرف من ترغت إن هاندا كانت مخطوبة لواحد اسمه محمد، وإنه لو شافه هيندمه على اللي عمله لبنته. فبيفرح سونار وبيمشي. بنروح لكيفنج اللي بيكون قاعد مع أصلي عند البحر، بيتكلموا وبيهزروا، وبيسألها على أساس إن هما بيشاركوا أسرارهم لبعض عن سبب طرد زليش لمحمد. نرجع لزليش اللي بيديها محمد السلسلة علشان عارف إنها غالية عليها، لكن زليش برضه بترفض تتكلم معاه أو بتعرفه إن هو يرجعها ويبعد عنها لأنها ما بتحبوش. لكنه بيكدبها وبيعرفها إنها بتحبه، وبتقوم وهي متعصبة تقوله إنه هو مش ليها وإنه هيبقى مع حد شبهه. فبيفهم من كلامها إن قصدها على هاندا. بيحاول يشرح لها إن هو مش مهتم بيها خالص، أو بيجي يقرب منها علشان هتقع، فبتزقه زليش وبتقع في البحر. فبينط وراها وبيدور عليها في المايه ما بيلاقيهاش، فبيطلع وبيفضل ينده عليها، أو بتكون زليش مش عارفة تعوم. بيرجع يدور عليها تاني لحد ما بيلاقيها وبيمسكها. أو بنروح لبيري اللي بتتكلم مع شاكر في إنهم ممكن يكونوا غلطانين في موضوع محمد لأنه بيحب بنتهم، وحتى لو كان خاطب في الماضي وفقد ذاكرته فقلبه لسه في مكانه وحب بنتهم. بنروح لمحمد اللي بيفضل يفوق في زليش وخايف عليها، وأول ما بتفوق بيعتذر لها علشان هو بيبوظ حياة كل اللي حواليه، وإنه بس كان عايز يتكلم معاها ويعرف مالها. وبيعرفها إن هو كفاية عنده إن هو يشوفها بخير، وإنه هيبعد ويمشي زي ما هي طلبت منه. أو بنشوف درموش لابس البدلة أو معاه ورد ورايح يتقدم لأصلي، أو بيكون فيكو ومراته قاعدين، أو بيلاقوا الباب بيخبط، أو بيكونوا خايفين ومخبيين كل السكاكين وأي حاجة ممكن يتقتلوا بيها. وبيفتحوا الباب يلاقوا الأخ حجابي اللي مفكرين درموش قتله، فبيقع فيكو من الخضة وبتقع مراته وراه. بنرجع لمحمد اللي بيخرج يغطي زليش علشان ما تبردش، وبيعرفها إن هو هيرجعها ويمشي من حياتها. أو بتعيط زليش، أو بتفضل تسأل أمها تعمل إيه وهي حزينة. بيرجع محمد وزليش للمدينة، وبيطلب منها إن كل ما تفتكر وقتهم سوا، وإنه عمره ما اتمنى يشوفها حزينة. أو بيكون بيعيط، أو بتعيط كمان زليش، أو بتطلب منه ما ينساهاش حتى لو افتكر هو مين في يوم من الأيام. أو بيودعوا بعض، أو بيمشي كل واحد فيهم في طريقه وهو بيعيط، أو بيتمنى إن التاني يوقفه. بتنده زليش على محمد، لكن سونار بيشدها فجأة وبتزعق فيه زليش، لكنه بيعرفها إن محمد مرتبط أصلا، لكنها ما بتصدقهوش. فبيعرفها إن محمد هو خطيب هاندا، وإن علشان كده هاندا جت القرية عندهم علشان ترجع خطيبها. فبتتصدم زليش من اللي بتسمعه. بس يا ترى إيه اللي هيحصل؟ هل هتروح زليش تواجه محمد ولا هتنسحب زي عادتها؟ يا ترى الحلقة الجاية مخبيان لإيه؟ وهل العلاقة بين زليش ومحمد هتتعقد أكتر ولا هتتصلح ويقربوا من بعض؟ كل ده وأكتر هنعرفه في ملخصنا اللي جاي، فتابعونا. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وعايزين الملخص اللي جاي امتى. أو مننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو، ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. I know you told your friend